كفو ابو حرب كفو. ما عليكم. يا انا اخي خايف بس. جميله جميله يا الامام بيجر الاب جميله والله، شوف مهما اختلفنا. احنا بنروح اب عند اب فيها النساء الجميلات، فيها النساء الرقيقات، فيها النساء الكاسيات العاريات المميلات المائلات. اروح لي صنعاء وش ابغى بصنعاء؟ راسي والله ما صحيت الا 3 الفجر. والله انك تمساح انت، ما عندك اي مشكله. لا العكس، انا ترى توي جاي من الديره، ايش بك قعدت 3 شهور بالديره في ينبع. يعني مخزن ينبع. في ينبع ايه، على جبال رضوى، تعرف جبال رضوى؟ ما اعرفها والله، اسمع عنها بس ما اعرف. لا ما جيت تعرف ينبع جبال قبل رضوى؟ فتره. افضل اعلى جبال، لا اعلى يكون جبال. لا يكون اللي تطلع فوقه بارده. ايوه اعلى جبال ايه رضوى. لا ايه هذيك جبل اللوز في تبوك. لا اتكلم لك على جبال رضوى في. لا 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 لا، وين جبل اللوز في تبوك؟ سلامات. لا لا، في جبل ما بين المدينه وما بين جده. ينبع اتوقع انها رضوى. هذا جبال تطلع رضوى كانك في معروفة. الطايف في عز فيها الصيف. الهيل وفيها البن وفيها الاسود وفيها النمار وفيها الوعول وفيها الذياب وفيها، ما حد يدخلها اصلا هذه الجبال. وش ده؟ كم ما حد يدخلها. جبال رضوى. اكتب عليها عندك جبال رضوى تعرفها. شوف معقول يا ابو مالك فيها من حقين جده؟ ما قد رحت المدينه يا ابو مالك؟ ما الا والله رحت المدينه كثير، وينبع قبل فتره انا متكي فيها 4 ايام دي 5 ايام. ينبع يمكن رحت للهيئه الملكيه ورجعت البلد. لا ينبع النخل. الهيئه الملكيه ما تنسكر. اللي بعد الهيئه الملكيه للجابريه ورجعت ما طولت. عند المتحف حقهم ولا؟ ايه هاي حسين. لا ينبع الصناعيه ما يسكن فيها، الهيئه الملكيه قصدي. ايه ما تقدر تسكن هناك. لا اجواها صعبه، غازات. لا في جبال رضوى اقول لك. جبال رضوى بين المدينه وينبع صح ولا؟ ايه بعد ينبع النخل وانت بترجع المدينه. وانت رايح المدينه. ايه ترى جيت من الطريق هذاك، مريت. هذيك شفت الطريق المختصره اللي ما بين ينبع النخل والمدينه؟ ايه الجديد. لا امانه جيت منها. اي والله ما لقيت بس اني مشيت قبل كم؟ مشيت في الليل والله مبطي والله، بس اني مشيت في الليل. طيب في هذه الطريق اسفلت طبعا، انت مشيت واسفلت الحين ولا؟ ايوه الطريق الجديد. اسفلت. تدري ان الطريق الجديد تخرج اول ما تخرج من ينبع النخل تدخل على الطريق كانك رايح المدينه، في كرك اللي يسوون فيه الشاهي اللي هي البوفيه الوحيده في الخط هذا. ما ادري والله مبطي اقول لك. في منطقه اسمها ابواب. هذا الكرك او هذه البوفيه، المزرعه اللي وراها مزرعتنا، بيتنا وراها على طول مباشره. ما شاء الله تبارك الله. يعني راعي البوفيه نفسه تشتري منه ذا، تقول له وين محرز يقول لك هذا بيت اللي ورايا. ما شاء الله تبارك الله. اي والله انا جيت قبل شهر تقريبا، او لا والله يمكن اكثر. قبل رمضان انا موجود في الديره والله يا محمد، لو انك مريت لي. ايش دراني يا والله. جيت جلست في ينبع يمكن 4 ايام 5 ايام 4 ايام، استاجرت شاليه هناك. ما شاء الله. اروح ابو الجوهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبقيك، شو اخبارك؟ عساك طيب. رحت يا ابو محمد. السلام ورحمه الله. عجبتني كثير رحت والله. عجبتني والله ينبع. انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأمانة أكبر مطبل في الشرق الأوسط هو أنا. أكثر شخص طبل للمجلس الانتقالي أنا محرز. أكثر شخص وقف مع الانتقالي في الواقع والمواقع أنا.
أكثر شخص أسقط في أحزاب وقيادات وجيش ودول لأجل الانتقال أنا. لا تطلع يجي لي واحد الفود مطبل جديد ناشئ يجي يقول لك لا محرز غلط. هي أنا غلبتيه، أنا ارتديت وكفرت بهذا ما يسمى هذا الحزب. أنا عندي استفسار لأبناء الجنوب. إحنا صح إن إحنا قدمنا شهداء ودماءنا سالت على أرض الجنوب لاستعادة الدولة، مو عشان نعطي الانتقال يوديها لباب اليمن. هل تعلمون إن رواتب النازحات بالدولار؟ هل تعرف إن رواتب النازحين بالدولار؟ هل تعلم إن الموظفين في إدارة أمن عدن وفي داخل في أقسام الشرطة وفي المكاتب وفي الجوازات والنوانئ إنهم من أبناء اليمن الشمالي؟ بينما أنت يا صاحب الضالع ويافع وأبين وشبوة حارس على هذا المكان، أنتم جنود بس حرس. حتى اللي قاتلون في شمال اليمن أنتم مجرد رقم. أهاليكم ما يستلمون حتى معونة، بينما نازحات الحوثي أزواجهم بيحاربون مع الحوثي وهي النازحات عندك في عدن المجلس الانتقالي يدفع رواتبهم. في وثيقة جت استعادة أملاك عفاش الانتقالي يشتغلون لصالح عفاش. لماذا؟ لأن عفاش هذول كلهم تلاميذه. حامد لملس أمس أنا شفت له مقطع فيديو أو صورة مع يسران المقطري اللي في اللي إدارة أمن عدن تقول إحنا كلمنا الانتربول واللي الانتربول يجيبه. راح محافظ عدن يتصور معه. حرام العفاش لا تثقون فيهم إنه يجيبوا لكم وطن. لهذا نصيحة، هناك حملة اسمها حملة تمرد. أنا أول واحد محرز أعلن تمردي على المجلس الانتقالي. ومن هنا أقدم اعتذاري للهامة الكبيرية، للهامة العملاقة، للهامة الفذة الميسري والجبواني اللي أنا فعلا وقفت ضدهم لأجل الانتقال. انتفضوا يا أبناء الجنوب. إحنا أنا صاحب عبارة مع الانتقال ولا نبالي. الحين أنا مع عبارة بعهد الانتقالي فقدت كل غالية. وترى هذه الحملة مو بالذات ان احنا نرجع لباب اليمن، احنا نقاتل من اجل الجنوب. احنا جنوبيين للعظم، ولكن الانتقالي لا يمثلني ولا يمثل الاحرار. ومن اليوم رايح انا وتذكروا هذا الوجه، اقسم بالله العظيم لا اطلع له في عمق في داخل عدن. انا من يقوم الحملة عليه. ولكم مني كل الحب والتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم محرز. قبل يومين نزلت الموضوع بخصوص المنبطحين الجنوبيين أصحاب رؤية يعني نختلف معهم سياسيا، هو ان احنا يمن واحد المطبلين صهاينة اليمن. وبصراحة الموضوع الفيديو وصل في 3 أيام إلى 40,000 مشاهدة، وهذا شيء طيب. إن الرسالة المحتوى اللي نصنعه في هذه المدة القصيرة يوصل إلى 40,000 مشاهدة في خلال 3 أيام. ولكن يا فرحة ما تمت. انحضر بلغوا على الحساب وانحضر الحساب مع المقطع، ولكن مهما احنا عايدين لهم. طبعا هذا مو موضوعنا. موضوع يا جماعة الخير اليوم رسالتي هي لأبناء يافع بشكل خاص والجنوبيين بشكل عام. احنا نعرف ان يافع مستهدف وان الجنوب مستهدف، وان يافع والجنوب محتاجة لرجالها ان كان على الواقع او في المواقع. كأنت جنوبي فأنت جندي تعتبر، كنت في الواقع او في المواقع. طبعا إلى الحين احنا حلوين. تخيلوا يا جماعة الخير ان في الوقت هذا اللي احنا نحشد ضد من يحاربنا على أرض الواقع، ضد من يسقط في أعراضنا وعروبتنا وتاريخنا ويسقطون علينا في المواقع، تطلع لك شلة اللي المفروض احنا يكونون سند لنا من أبناء جلدتنا. بالنسبة لي أنا كيافعي طلعوا شلة من يافع يبغى يشتهرون بالقوة، شهرة بالصميم، لا شكل خارج ولا وجه خارج ولا لهجة العرب يفهمونها، وكمان اضف الى ذلك ان محتوى هابط.
طبعا وانا اقلب قبل يومين شفت مقطع فيديو لشخص اسمه العفيف او العفيفي او ما ادري من، يعني انا شفت له 10 مقاطع في مدة لا تجاوز عن 3 شهور منزلها، كلها نفس الفلينة ونفس الكاب ونفس الرقصة اللي هي ذيك رقصة الجندب. رقصة الجندب اللي بيرفع لي كتافه وقام زي الجندب وهو بيرقص. موضوع تافه. المصيبة مو هنا، المصيبة ان لما يجي واحد من ابناء جلدتنا محتواه تافه يرفعون التافهين، وهذا غلط. انت اللي بترفع التافه هذه مضرة على قبيلتك وعلى دولتك وعلى مجتمعك. طبعا من ضمن المقاطع اللي عشان اختصر لكم الموضوع، من ضمن المقاطع اللي نزلوا والله موضوع استحي اقوله، من ضمن المواضيع موضوع يقول فيه بنت كانت تصور، طبعا انا اتكلم بلهجته باسلوبه، طبعا اتكلم باسلوبه، تصور والمرايه وراها وبعدين بانت اللي خبرك بانت من ورا وما شاء الله وطلعت تقول دقيقة ابو 1700. يا اخي استاهل وجهك يا اخي، هذا المقطع بيوصل لبيتك ولا عند اختك ولا عند اهلك ولا عند امك ولا عند اقاربك. ايش الايحاءات الجنسية الوسخة دي؟ ايش الايحاءات هذه يا اخي؟ انت مقطعك بيتفرجوا الطفل والرجل والمرأة عيب يا اخي. انت جالس تنقل ثقافة قبيلتك وثقافة محافظتك وثقافة دولتك. لا وعاد يقول ترى حنا بردانين، حنا ترى ليتية، حنا نتحضن الكفرات. خف علينا يا فحل، تحضن الكفرات. انت ترى هم على باله لما ينزل المقطع هذا انها بتجيه واحدة بالكومنتات ولا بتجيه واحدة بالخاص وتقول لها تكفى تعال يا قيس بن الملوح. بطلوا. المصيبة مو هنا، المصيبة ان التافهين يرفعونه. تخيلوا ان التافهين تافه يعلق في الموضوع وكأن الموضوع محتوى جميل جدا. يا اخي استحلوا وجهك انتوا وياه. ان كان انت عندك محتوى يفيد محافظتك او قبيلتك او ديرتك او دولتك، ولا يا اخي خلك قدك بالبنشر شغال بالكفرات ولا بالمصنع حقك ذا مصنع الزلايب. فنصيحة لكل أبناء الجنوب، هذه العينات لا تحاولون ترفعونها، لو رفعتوها بتوصلكم أنتم بتزعلون بعدين، أنتم بتكون تشوف المقطع وتقول تستحقر نفسك. أي مقاطع زي هذه يا أخي اعطوا بلوك، لا تخلون ذا ترتفع، العاهات دي لا ترتفع. ويجيك الثاني ما بيستقبل لك الشماليين عنصرية بين الشمال والجنوب عشان ورد، وخلاهم يسبون في الجنوبيين، واليوم الثاني قدوا وياه في عزبة واحدة بيتغدون. نصيحة لكل الجنوبي، التافه طيحوه في الأرض، واللي يرفع من شأنك وشأن دولتك وشأن قبيلتك ارفعه. وترى لايك أو بلاغ، سووا بلاغ. أقول لك والله أنا قد هني نفتية يا أخي، عيب والله عيب. مع الإيحاءات الجنسية ذي يا أخي ترفعوا. عندك محتوى صور لك يا أخي، صور الشارع وأنت بتمشي، كل مقاطعه إيحاءات جنسية. والمصيبة إنه عنده فلينة لا 3 شهور ما غيرها، وعنده كاب اللي القبوع ذاك اللي هو الكاب ذاك اللي هي ما يغيرها، ويزيد يطلع لك 2 تافهين جنبه يتنقصون تقول قرود، لا أشكال شكلها مريع. تحياتي لكم، سامي نرفعوهم ما تاكلون تراب انتم بعد.